بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل النهارده مع بعض اللي هي لقمة الدفع، عبارة عن لقمات صغيرة كده هتعجبكم قوي، ومع كوباية شاي بقى كده بعد الفطار. جبت هنا كده الطبق، حطيت هنا كوباية مية دافية، عليهم نص كوباية زيت وكوباية لبن دافي ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة بقى خميرة كبيرة كده. هقلب بقى المكونات دي كده كويس قوي مع بعض. هسيبها بقى تتفاعل كده، هتلاقيها بتطلع ايه وش كده يعني او رغوة كده على الوش، تعرفوا ان هي كده اتفعلت. بعد كده هحط بقى الدقيق واحدة واحدة، كوباية كوباية كده، واقلب. وانا بحط الدقيق هحط كده رشة ملح. هلم بقى العجينة كده واعجنها كويس. وبعد ما اتعجنت كويس اقوم حاطه بقى رشة زيت كده في نفس الطبق، واقوم رايحة حطاها ومغطياها واسيبها بقى ايه تخمر بقى ايه حجمها يتضاعف. الحشو بقى زي ما انت عاوزاه، عايز تعملي لحمة مفرومة، جبنة. انا هنا هعمل كرات وهعمل جبنة. بجيب كده راس الكرات واقسمه بالنص واقطعه كده ايه شرايح صغننة. هجيب هنا كده طاسة او اي حاجة هتحط فيها، هحط فيها كام معلقة زيت كده عشان نشوح بقى الكرات مع بعض. استنيت كده لما الزيت سخن، وقمت منزله عليه بالكرات اللي انا مقطعه، وهضيف عليه الملح، وهضيف كده رشة فلفل اسود، معلقة كبيرة من البابريكا، وهقعد اقلب بقى فيه لغاية ما يدبل ويستوي خالص. كده خلاص دبل واستوى بقى، اسيبه بقى يهدى عشان ايه ما ينفعش يتحط في العجينة. هو هنا العجينة كانت خمرت كده وحجمها اتضاعف. هبدأ بقى انزلها، هعملها كده شكل مطول كده عشان اعرف ان انا هقسمها بالنص الاول، وبعد كده كل نص هقسمه 5 قطع، يعني هيبقى معايا حوالي 10 دواير. امسك بقى اكور كل واحدة كده، بعد ما اكورهم اقوم مغطياهم وابدأ بقى من اول واحدة انا كورت. مسكت اول واحدة كده ابدأ فيها، افردها بقى كده على شكل مستطيل على قد ما أقدر. واقوم ضايفة بقى الحشو بتاعي. انا قلتلك الحشو بقى اختياري، اللي انت عاوزاه حطيه. وبعد كده هبدأ بقى الفها رول كده واظبطها، يعني الف وافرد الف وافرد. هعملها على مقاس الصينية. هي هتفرد وتتمط معاكي لما تكون مرتاحة كويس.
عملتها على قد الصينية. هبدأ بقى اعمل كله بنفس الطريقة، افرده على المستطيل واحط الحشو والف رول واحط في الصينية جنبها وهكذا. كده بقى عملتهم كلهم اهو زي ما انتوا شايفين، لزقوا ببعض لما ارتاحوا. 2 بقى معلقة من الزبدة يكون سايحة كده، وحطيت عليهم معلقتين من اللبن، وهبدأ بقى ان انا ادهن. هبدأ بقى اقطعها كده تقطعات صغننة، عشان كده اسمها لقمة الدفا، عشان هي لقمة صغننة كده على قد البق. واقوم رايحة بقى رش عليها كده حبة بركة من فوق، عشان تبقى طعمها بصراحة في المخبوزات تحفة. والفرن بقى يكون حامي كده، وتاخد بقى لون من تحت ومن فوق. اول لما تطلع بقى بمعلقتين مية كده ومعلقة زبدة عليهم، وادهنها بقى سقسقها بيها كلها، يعني تلاقيها بتطش كده. اول لما تطلع على تقومي مغطياها عشان تطرى. غطيتها شوية، وبعد شوية بقى طرية بقى وتحفة. معلقة زيت بس هديها وش كده عشان تبقى ايه يعني مديلها لمعة كده وحلوة. يا سلام بقى على كوباية شاي معاها تحفة. بألف هنا على قلبكم. لو وصلتم لغاية هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. في آخر الكلام أقول سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استنونا الفيديوهات الجاية إن شاء الله، ومع السلامة في حفظ الله.